السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في بودكاست من وحيها. في الحلقة السابقة سرنا معا في رحاب الاصطفاء، واليوم نكمل مع صفة من صفات مريم، صفة لا تقل جمالا وعمقا، وسنتحدث عن السكينة. تأملي معي المشهد، مريم وحدها بين ألم الولادة ووحشة المكان وثقل المسؤولية. قد تزلزل قلب أي إنسان هذا المشهد وهذا الموضع، لكن يأتيها النداء الرباني، فيقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. كلمة واحدة من الله عز وجل كانت كفيلة أن تسكن قلبها، ألا تحزني. هنا نرى أن السكينة ليست غياب الألم، بل هي حضور الطمأنينة وسط العاصفة، وليست انعدام الخوف، بل سكون يرسخه الإيمان في قلب مضطرب. فكيف نعيش نحن السكينة كمسلمات؟ كما قلنا، جملة الطمأنينة وسط العاصفة أو سكون يرسخه الإيمان ما هيش جملة بسيطة وعابرة وسهلة المنال، بل هي خطوات نتبعها حتى نصل بها إلى تلك الدرجة. فغالبا يدهشنا هذا المشهد تاع الامرأة القوية كما نطلق عليها في وقتنا، لما نشوفها تمر بظروف وتمر بمصاعب في هذه الحياة لا يستطيع شخص آخر تحملها، ولكنها تبتسم أمام هذه الظروف وتبقى قوية وثابتة وواثقة بالله عز وجل. ومن هنا راح نشوف بعض النقاط التي تجعلنا نصل إلى تلك الطمأنينة في القلب. أولا، الثقة في تدبير الله. لابد دائما أن نعرف أن وراء أي ضيق، كرب، مشكل هناك فرج، هناك حل من الله عز وجل، وأنه وراء كل امتحان نمر به في حياتنا كاين رحمة، هذه الرحمة الخفية اللي قدر نعرفها وقدر ما نعرفهاش يخفيها الله لنا لكي يحمينا بها من شر ما، من مصاب ما. فالأمر يقول أنه لا بد أن يقول قلبك قبل لسانك قدر الله وما شاء فعل، أن يؤمن بها قلبك إيمانا جازما، أن قضاء وقدر الله عز وجل يفوق قدرتك، وأنه هو الخير لك والخيرة فيما اختاره الله. فوراء كل كرب كاين فرج وكاين فرح بإذن الله. ثانيا، القرآن والذكر. الله عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالسكينة والإطمئنان أختين لا تنفصلان عن بعضهما. فلما نذكر مفرد الذكر فهو يشمل القرآن، الصلاة، الدعاء، فكل عبادة خصت فيها الذكر. فالقلوب صراحة لا تهدأ إلا بذكر الله، والقرآن هو أكثر سبب وأكثر وسيلة تكسب هذا الطمأنينة في الأرواح، ولكن لابد أن تكون مسبوقة بالنية. لما نجي نقرأ القرآن لازم نكون ناوية. وشنو النية اللي راح نقرأ بها القرآن؟ أنويه لأشتفي، للتشافي، أنويه اهتداء، الطمأنينة، للسكينة. لابد أن أحدد، فنيات القرآن الكريم لا تنتهي وما عندهاش حد معين، نيات كثيرة وعديدة وخير عظيم في ذلك. فلابد أنك تجي تحفظي ولا تراجعي ولا تقرأي وردك اليومي تحددين النية التي تنوين بها هذه القراءة، ليس فقط اكتساب الأجر وحسنة بعشر أمثالها. لابد أن يكون نطاقك أوسع ليشمل ذاتك وروحك وحياتك وعلاقتك بالله عز وجل. ثالثا، الصحبة الصالحة. وجود شخص وشلة وجماعة تذكرك بالله عز وجل وقت الشدة وتخفف عليك هذاك الثقل وهذاك الحمل هو أكثر عامل وأكثر نقطة قدر تساعدك على أنك تشعرين بالسكينة والطمأنينة وتعيشي دائما في جو يخليك تعرفي بلي هناك من يدعمني، هناك من يحسسني إنه هذه فترة وتمر، إنه هذه ذائقة وتزول. هذه الصحبة سواء كانت في حفظك للقرآن، سواء كانت في جامعتك، في مدرستك، صديقاتك، أيا كانت هذه الشلة، إذا كانت تساعدك على هذا الأمر وكانت تعينك على أنك تشعرين بالسكينة والطمأنينة
في كل شدائدك ومصائبك فقد اخترت اختيارا صحيحا. أما إذا كانت الشلة اللي راكي فيها والصحبة اللي راهي دايرة بك تزيد الطين بلة وتزيد الأمر سوءا عليك، وتبدأ تقول لك يا مسكينة والوضع اللي راكي فيه وكيفاش راكي قادرة تحملي وكيفاش قادرة راكي تصبري، وكون جيت أنا في بلاصتك ما نقدرش، وكون جيت أنا كذا وكذا، فهذه الجماعة هزي قشك وهربي. لا مكان لك بينهن. علاه؟ لأنه هذا هما الجماعة اللي راح يزيدوا الطين بلة، راح يخلوا إذا كانت هناك ذرة سكينة تختفي، ويزيدوا لك التوتر والارتباك، وربما يزيدوا أصلا تكبير المشكل في عقلك، وتولي لا تحتسبين الأجر لله عز وجل ولا تثقين في الله عز وجل، وتعلمين أن هذا قضاء الله عز وجل. فلابد أنك تجتنبي هذه الجماعة وتحوسي على الجماعة التي تقربك إلى الله وتطمئنك أكثر. رابعا، الرضا والتسليم. كاين بعض الناس لما يوقعوا في مشكل ولا تصرى لهم حادثة معينة في حياتهم تخلل وتحدث خلل في روتينهم اليومي وروتين حياتهم الطبيعية، ما يقعدوش مكتوفي الأيدي، يبدأ العقل تاعهم يشتغل. علاه أنا بالتحديد، وعلاه ماشي فلان، وعلاش ماشي علان، وعلاه صارت لي أنايا، وكيفاه أنايا، وعلاش كيف بهذه بالتحديد، وعلاش ما صراليش هكذا، وعلاه هكذا. فتبدأ هذيك الأسئلة تتكاثر، وتبدأ هذه الأسئلة تؤرق الإنسان، تخليه ما يشعرش بالطمأنينة، دايما هو حاسس باللي هو المظلوم، هو اللي كاين أمور تفوق طاقته، هو اللي راهو يحس بهذا الشعور غيره، بينما كاين الآلاف من الناس ربما تعيش أسوأ من وضعك وراهم عايشين في طمأنينة، لأنه اقتنعوا بفكرة الرضا والتسليم. نسلم أمرنا لله عز وجل، نسلم كل حالة وكل وضع رانا فيه مشاعرنا السلبية وتفكيرنا زائد لله عز وجل. كاين دعاء جميل جدا يقول اللهم اختر لي ولا تخيرني. اللهم اختر لي يعني اختر لي الخير، اختر لي كل أمر ترى فيه خيرا لي ولا تخيرني، يعني ما تخلينيش أعتقد بلي أنا هذا هو الحاجة اللي فيها الخير وهذه الحاجة اللي فيها الشر، فربما ما أراه شرا هو خير في يد الله عز وجل. هذه الأربع نقاط تحتاج لحديث مطول وتحتاج لتطبيق أكثر من أني نسمعها فقط. لابد أنه كل واحدة تقعد مع روحها وتعرف وش من النقطة اللي عندها فيها الخلل. هل عندها مشكل أنه دائما تراودها الأسئلة الكثيرة في أي ظرف يصرى لها وتبدأ تشكك من نفسها ومن الله؟ هل عندها مشكل أنه ما تقدرش تسلم أمرها لله؟ هل عندها مشكل أنه الصحبة اللي راهي دايرة بها هي من تؤرقها ومن تزيد الطين بلة؟ فلما تحدي المشكل بالتحديد تعرفي وينه الخلل وعلاش دائما ما كانش هذيك السكينة والطمأنينة في حياتك. فلما تكون السكينة والطمأنينة موجودة في أوقات الشدة راح تصاحبك حتى في أوقات الراحة وأوقات الرخاء وأوقات اللي يكون فيها الوضع جميل وهادئ. فنحن نحتاج هذه السكينة، لأن الحياة هي حياة ودرك وشقاء، ما هيش حياة وردية وزهرية اللي راح تبقى وتدوم دائما على هذه الحال. فالسكينة ما هيش هروب بالحياة، بل هي القوة اللي نواجه بها صخبها. فكل واحدة الآن تسأل نفسها أين تحتاج روحك إلى سكينة؟ وماذا لو جعلتها دعائك ثابت؟ اللهم أنزل السكينة في قلبي. خلي هذا الدعاء يصاحبك دائما، وأسأل الله عز وجل أن ينزل عليك السكينة تنزيلا. إلى هنا نصل لنهاية هذه الحلقة، نلتقي في القادم لننهل معا من وحيها.